السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكي معايا أنا خديجة برهان في برنامجك أنا وأنتي. في لقاء اليوم بإذن الله تعالى راح نتكلم عن كيف ممكن نتعامل مع الحزن، أو إيش هو الحزن، وهل ممكن نحن نقدر نتعامل معه بطريقة صحيحة وسليمة ونستفيد منه، وهل للحزن فوائد على الإنسان ولا ما في يعني ما له فوائد، فقط هو حالة شعورية. كثير من الناس يمروا في حياتهم أوقات يعني يشعروا فيها بالحزن أو بمرارة الحزن. كثير من الناس كمان تعرضوا للخسائر والفشل وتعرضوا لحوادث كثيرة جدا. ففي ناس مات أشخاص عزيزين عليهم، وناس خسروا وظائفهم، وناس خسروا صحتهم، وناس خسروا أموالهم، وناس ابتلوا بفقد مثلا أبنائهم أو آبائهم أو أمهاتهم، أو بعض الأحيان الناس خسروا حياتهم ومستقبلهم بسبب قرارات خاطئة تم اتخاذها. في لحظة ما شعروا بالحزن، وأصبحت الدنيا في عينهم لونها أسود، وما في أي مجال إنه يتغير شيء، ووقعوا في اليأس والقنوط وسوء الظن في الحياة نفسها. فكرهوا طبعا بسبب هذه الأشياء نفسهم، وكرهوا مستقبلهم، وأصبح عندهم إحباط إنهم ما يقدروا أساسا يصلحوا شيء أو يستدركوا شيء، وإنه مثلا هل يمكن يتغير ولا ما يتغير. خلاص وقعوا في الإحباط. بالتالي نتيجة الإحباطات المتتالية وسوء الظن واليأس والقنوط اللي أصابهم، دخلوا في مرحلة اسمها اكتئاب. وما في إنسان أساساً يعني ما مر عليه الاكتئاب أو الحزن. كلنا مر علينا حالات كثيرة جدا من الحزن. بعض الأحيان يكون حزن عميق جدا، نحس إن إحنا ما نقدر نخرج منه، وما لا يمكن كمان حتى إن إحنا نتعافى منه. وبعض الأحيان يمر علينا حزن ممكن يستمر يوم، يومين، 3. وبعض الأحيان يمر علينا الحزن سريع جدا، يعني في لحظات ويختفي في لحظات. السبب إنه كل حزن له قوة خاصة فيه، فحسب الشخص وحسب الحدث نفسه يأثر على الإنسان. لكن نحن متفقين إنه ما في إنسان كائنا من كان على هذه الأرض إلا مر بالحزن، إلا مر باليأس، إلا مر بسوء الظن، إلا مر بالقنوط، إلا مر حتى بالاكتئاب. ممكن كثير مننا دخل مرحلة الاكتئاب وما أدرك أبدا أنه دخل في الاكتئاب، لأنه إحنا نفكر أنه الاكتئاب ده شيء كبير جدا وأنه يبغى له أعراض خاصة. لكن أحد الأسباب الرئيسية للإنسان أنه يصير مكتئب هو الحزن. فالحزن لما يصيب الإنسان هو يأتي بطريقة مفاجئة. ما في حزن يجي يعني بالتدريج، إنما يأتي بطريقة مفاجئة، هجوم على الإنسان، فيصيب الإنسان بالأسى والزعل والغضب والحسرة والإحباط. لكن هذا الحزن لما يحدث هو في الغالب يحدث لأسباب كثيرة جدا، وله طرق كثيرة جدا في الظهور في حياتنا. فإحنا مهم جدا نحن اليوم نعرف إيش نوع حزننا. فأول خطوة من خطوات التعامل مع الحزن هو أن اليوم أنا أعترف أن أنا أكون حزينة، أن أنا إنسانة حزينة، أو أني أنا مو أنه أنا لازم أكون أنا إنسانة حزينة بهذا الشكل. لما أقول أنا أشعر بالحزن لازم أعترف بهذا الشيء، لازم أعترف فيه مع نفسي بدون مكابرة. نحن مشكلتنا أنه ما نحب نعترف بالحزن ولا نحب نعترف بالضعف، فبالتالي نضغط على أنفسنا، فنفكر أنه خلاص الأشياء تحل نفسها بنفسها وتتعالج وخلاص. لكن هي في الحقيقة تنزل تحت، بعدين تلاقي سبب مرة تانية تطلع في السطح بشكل أقوى جدا. فإذا أول شيء لازم أنا أسويه هو أن أنا أعترف بوجود الحزن، أو أني أنا أشعر بالحزن. ولما أنا أعترف بأني أنا أشعر بالحزن لازم أبدأ أفهم الحزن تبعي، إيش سبب الحزن تبعي.
لازم أدرك أن الحزن له أسبابه. ممكن يكون شخص عزيز علي مات، معناها حزني هذا هو ردة فعل طبيعية للوفاة، لحادثة الوفاة التي حدثت في حياتي. يمكن الواحد يكون فقد أبوه ولا أمه ولا ولده، فالحزن هو طريقة طبيعية جدا للجسم للتعبير عن هذا الفقد الكبير جدا. ربما إنسان فقد أملاكه، معناها أن الحزن هذا هو للتعبير عن الخسارة العظيمة التي أصابته. ربما طالب في المدرسة ولا في الجامعة خسر دراسته لأي سبب من الأسباب، شعر بالحزن، فطبيعي جدا أن الحزن هذا تعبير عن هذه الخسارة الكبيرة. إذن الحزن هو طريقة طبيعية للتعبير عن فقدان شيء معين، فممكن يكون فقدان شخص، ممكن يكون فقدان مال، ممكن يكون فقدان فرصة، ممكن يكون فقدان الحياة اللي الواحد يتمناها، يمكن يكون فقدان أي شيء له قيمة في حياة هذا الإنسان. طيب هذا الحزن لما يظهر ويكون هو كنتيجة طبيعية، هل هو فقط بهذا الشكل يظهر؟ الحزن نحن نقول عليه حزن صح، لكن له أشكال مختلفة تماما في الظهور. ممكن يظهر الحزن على شكل غضب، نلاقي الإنسان بعض الأحيان لما يموت له أحد يكون عصبي جدا وردة فعله قوية جدا ويبالغ في ردة الفعل ويصير عنده حساسية زايدة. وربما لما يكون إنسان برضو يخسر مثلا أموال ولا دراسته يكون يظهر عليه على شكل اكتئاب أو على شكل لوم. بعض الأحيان إحنا نلاقي إنه في ناس مثلا يلومونا، أنتوا السبب في هذا الشيء، أنتي السبب في هذا الشيء، أنتوا اللي وقفتوا في مستقبلي، أنتوا. هذا اللوم والعتاب هو شكل من أشكال الحزن. وبعض الأحيان يكون يظهر الحزن على شكل غيرة. ليش غيرة؟ طيب لأنه الإنسان الحزين إنسان فقد الإحساس بالأمان، فهو يتمسك بأي شيء وبأي شخص حتى يشعر بهذا الأمان، فما يبغى أحد يشاركه فيه أو ما يبغى أحد يأخذه منه. فإذا إحنا لازم نعرف الآن أنه الحزن ما يظهر بوجهه الوحيد فقط، نحن نعرف إنه ما يظهر بعض الأحيان على شكل غضب. لذلك إحنا دائما الأشخاص اللي يتعرضوا لخسارة كبيرة، خاصة الفقدان، الأشخاص فقدان الأب والأم والأبناء، فقدان الصحة والعافية، هذه الأشياء صعب جدا أنه نحن نغفل عنها. لذلك يجب نحن نتحلى بكثير من الرحمة مع هؤلاء الناس. فحتى لما يتصرفوا بطريقة فيها عنف، فيها غضب، فيها زعل، فيها توتر شديد جدا، أو فيها لوم وعتاب وكلام أساسا يعني ما يركب على بعضه، لازم نحن نكون أكثر شفقة وإدراك أنه هؤلاء فقط قاعد يعبروا عن هذا الحزن بهذه السلوكيات. احنا ذكرنا أنه من أحد نتائج الحزن هو الاكتئاب، والاكتئاب هو كنتيجة فقط. لكن إيش الفرق بين الاكتئاب والحزن؟ الاكتئاب هو ردة فعل طبيعية أو نتيجة للحزن اللي يكون فيه الإنسان. ومن أعراض الاكتئاب أن الإنسان يشعر بالوهن، بالضعف، ما عنده قدرة يسوي شيء، ويحس نشاطه أقل بكثير. حتى أداء الشعائر التعبدية يصبح ثقيل جدا، وتأثر الإنسان شهيته للأكل، ويكون عنده اضطراب في النوم. وبعضهم ممكن يكون عندهم نوم مبالغ فيه طوال الوقت، كأنهم يهربوا من الواقع ومن المشاعر هذه بالنوم الكثير جدا. ففي أشياء كثيرة جدا يعني هي تدل على الاكتئاب، لكن أبرزها أن الإنسان يشعر أنه ما عنده حيل وما عنده طاقة وما عنده قدرة لا للتفكير، لا لاتخاذ القرارات، لا إعطاء ردة فعل، لا التفاعل مع الناس، أو حتى عدم القدرة على تحديد مشاعره. لكن في دائما ضيق شديد جدا في الصدر. طبعا الاكتئاب يعني يحتاج له دائما علاج، يعني تدخل طبي للمعالجة، أو أنه الإنسان يعني يعالج نفسه بنفسه من خلال فهم حالته. طيب الحزن إيش الفرق بينه وبين الاكتئاب؟ إحنا كنا جالسين نقول لكن الحزن هي حالة مؤقتة، الشعور هو، لكنه حالة مؤقتة ما يستمر. الشعور هذا ما يستمر، مهما حزن الإنسان بقي حزين، في مرحلة ما هو بيتوقف عن هذا الحزن وبيرجع يعيش حياته بشكل طبيعي جدا، يعني حالة غير مستمرة. بعكس الاكتئاب ممكن يستمر مع إنسان وقت طويل، إذا ما عالجه ربما يصير في مراحل متقدمة جدا يضر الإنسان ويؤذيه في حياته. طبعا احنا قلنا أن الحزن هو ردة فعل لحالة الفقدان اللي احنا نمر فيها. إذن الحزن هو الشيء الطبيعي في الحياة، أو شعور طبيعي جدا، ما هو شيء طارئ، هو شعور طبيعي جدا.
الشعور هذا سبحان الله يعني يمر بمراحل كثيرة، أو الحزن يمر دائما بمراحل كثيرة، أو الإنسان الحزين يمر بمراحل كثيرة. الإنسان دائما اللي يكون مثلا بالذات اللي يفقد شيء ثمين وعزيز عليه في هذه الحياة، سواء كان ابن أو أب أو أم أو ثروة أو صحة وعافية، في أول الأمر دائما في حالة إنكار، يعني ما يصدق الإنسان أنه هذا الشيء صار أو هذا الشيء حدث. وممكن إحنا دائما نلاحظ أنه الناس بعضهم لما يموت لهم عزيز ما يصدق، يقول ممكن هو مسافر، ممكن نايم، ممكن مريض، يمكن. هذه حالة طبيعية جدا يمر فيها الإنسان، لأن عقل الإنسان زي ما الله سبحانه وتعالى خلقه في الإنسان يعمل على حماية هذا الإنسان في تلقي هذه الصدمة والتعامل معها. بعد الإنكار هذا يدخل الإنسان في مرحلة العزلة، ما يبغى يقابل الناس، ما يبغى يشوف أحد، يبغى يجلس لوحده، ما يبغى يسمع الصوت أحد، ما يبغى يتواصل مع المجتمع، حتى أنه كأنه يبغى يدرك الحدث الذي وقع في حياته. بعد ما يدرك ويصدق بالفعل أنه صار في أمر كبير جدا، إما مات الأب ولا الأم ولا الأبناء ولا الصحة والعافية راحت ولا المال ولا الثروة، يبدأ الإنسان يظهر الغضب والزعل. الغضب من الدنيا، الغضب من الحياة، ليش صار كذا، ليش ما صار كذا، أنا كنت مقصر، كنت أنا أبغى أروح أشوف، وكنت أنا أبغى أسوي كذا، ما أنا كان لازم أسوي بهذا الشكل. هذا اللوم والعتاب والغضب هو في مرحلة ما يظهر دائما يعني. بعد كده يبدأ الإنسان يصدق تماما الحدث 100% ويدخل في مرحلة الحزن. الحزن هنا لما يدخل فيه الإنسان هو خلاص بدأ يتقبل الموضوع ويتعامل مع هذا الواقع الموجود، ويعطي للحزن وقته الكامل في أنه يأخذ حقه ويغادر الإنسان. مع الأسف الشديد نحن لما أي إنسان يمر بحالة حزن، أول شيء يبادر نقول له لا تحزن، لا تزعل، إن شاء الله خير، الله يعوضك خير. كل هذه الأشياء يعرفها الإنسان الحزين، لكن مو هذه الأشياء اللي يبغى يسمعها في الوقت الحالي، إنما هو يريد أن يسمع شيء آخر. خليني أتوقف معاكي فاصل قصير وأرجع أكمل معاكي هذا الموضوع عن الحزن وكيفية التعامل معه، فلا تروحي بعيد. رجعنا بعد الفاصل نكمل موضوعنا عن كيفية التعامل مع الحزن. طيب نحن كنا وقفنا عند مراحل الحزن. طيب إيش فوائد الحزن؟ هل الحزن فوائد على الإنسان ولا لا؟ سبحان الله، أي شعور الله سبحانه وتعالى يخلينا نشعر فيه له فوائد وفيه خير عظيم جدا. الحزن يعطينا إحساس إن إحنا بالفعل فقدنا شيء كبير جدا، يعني شيء عظيم جدا. لولا الحزن كان ممكن يتساوى عندنا كل شيء، لكن بسبب الحزن نحن صرنا نعرف إن الشيء فاقدينه هذا شيء كبير جدا. فقدان الأب والأم مثلا، بسبب الحزن نحن نعرف قيمتهم وقدرهم، وأنه شيء كبير جدا فقدناه في حياتنا. تخيلوا لو كان نحن مثلا يموت الأب ولا الأم وما عندنا أي شعور ولا إحساس، كل شيء زي بعضه، ما رح نعرف قدرهم وقيمة وجودهم في حياتنا. الحزن يساعد الإنسان أنه يقدر الأشياء اللي عنده، ويحترم الأشياء اللي عنده، ويحترم اللحظات اللي تمر عليه. لأن الحزن دائما يشعر الإنسان أنه قد إيش كان الوقت هذا وهذه اللحظات وهذا الإنسان وهذه المشاعر قد إيش كان لها قيمة عظيمة جدا. بعض الأحيان نحن نألف النعم، نألف السعادة، ونألف وجود الأشياء كلها، لكن بسبب الحزن اللي يأتي نتيجة الفقدان يخلينا نعيد النظر في الأشياء اللي احنا نمتلكها، فنكون اليوم أكثر قدرة على أن احنا ندرك أنه قد إيش له قيمة هذا الوقت، وقد إيش السعادة اللي احنا فيها اليوم لها قدر وقيمة، لأنه سبحان الله يعرف الشيء بضده. فاللحظات الحلوة نعرفها لما نحن نمر بالحزن، فنعرف قيمة قد إيش إنه السعادة حلوة. ولما نحزن على فقدان شيء نعرف قد إيش هو قيمته عالية جدا لما نرجع نمتلكه. فممكن بسبب الحزن يصير عندنا حسن تقدير وحسن تعامل مع كل الأشياء اللي نمتلكها. الحزن يساعدنا أن احنا نكون علاقات اجتماعية مختلفة ومميزة، لأنه الحزن حالة إنسانية، كلنا لما نشعر بالحزن نحتاج الدعم النفسي. بسبب هذا الحزن الناس يجي يواسوا، الناس يجي يساعدوا، الناس يقدموا، الناس ينصحوا.
هذا الاجتماع اللي يصير بسبب حالة الحزن اللي احنا نمر فيها، بغض النظر ايش سبب الحزن، يؤدي انه يخلق عند الانسان حالات اجتماعية او يوجد حالة اجتماعية او علاقات اجتماعية مع الناس. الشيء الثاني انه بسبب الحزن احنا نبدأ نشعر بالاخرين. يعني لما يقولوا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، بسبب الحزن اللي احنا نمر فيه لما نلاقي ناس تانيين قاعد يمروا بالحزن نقدر نعرف حجم الألم اللي هم يشعروا فيه، فنعرف تماما كيف لازم تكون اليوم المواساة. لما أنا ما أكون مريت بالحزن لا يمكن أشعر بالحزن اللي أنت تمري فيه، حتى لو أعرفه حيكون معرفتي له نظريا. فإذا لازم أنا أعيش هذا الشعور، لازم أعرف هذا الشعور، لازم أعرف حجم الألم هذا. فلما تيجي أنت تشتكي منه أنا حكون عارفة تماما كيف أقدر أقدم لك الدعم والمساعدة حتى تتجاوزي هذه المرحلة. الحزن يساعدنا نحن على إعادة تقييم حياتنا. الحزن يسوي لنا زي ما نقول مراجعة لحياتنا، نبدأ نراجع أولوياتنا، نبدأ نراجع حياتنا، نبدأ نراجع أهدافنا وخططنا. وفاة الأشخاص العزيزين علينا بالذات، حالات الوفاة اللي احنا نشهدها في حياتنا هي أكثر شيء يخلينا نعيد النظر في الأشياء. فنلاقي نفسنا دائما لما يموت الأب ولا الأم ولا الأخوان ولا الأبناء ولا شخص عزيز جدا علينا، إن احنا أول شيء يبدأ يصير عندنا أنه ما في شيء له قيمة أساسا، الحياة كلها على بعضها ما لها قيمة. فنبدأ تتهذب النفوس أنه تتخلى عن المشاحنات، تتخلى عن المشاكل، تتخلى عن الأشياء المادية، تتخلى عن المنافسة والمكاثرة في الدنيا، تتخلى عن الأحقاد، تتخلى عن الكراهية، تتخلى عن كل شيء ما له داعي. لأن الإنسان بمجرد ما يمر بشعور الحزن بسبب الفقد يدرك أنه كل شيء ما له قيمة أساسا، كل شيء ما له قيمة، لأنه الناس هذول اللي ماتوا كانوا أعز شيء عندنا في الدنيا وماتوا، تركوا كل شيء وراء ظهرهم. معناها نحن على إيش نبغى نتقاتل في هذه الحياة؟ فالحزن سبحان الله من فضله أنه يساعدنا على إعادة تقييم حياتنا وإعادة التخطيط وبناء أهداف جديدة تتناسب مع المرحلة الجديدة اللي احنا نكون عليها. الحزن يخلينا ننتقل في مراحل الحياة بطريقة أسرع وبطريقة أفضل وأعمق بكثير، لأنه يخلينا ننظر للأشياء كلها بطريقة مختلفة من زوايا مختلفة تماما. هذه الرؤية المختلفة تخلينا نحن نكتسب مشاعر جديدة ونعرف تماما أنه الأهم في هذه الرحلة في الحياة أنه يكون عندي أنا هدف متعلق بالآخرة قبل ما يكون هدف متعلق بالدنيا. طيب أنا كيف أقدر اليوم أتجاوز حزني؟ طالما أني أنا راح أتعامل مع هذا الحزن، كيف لازم أعرف أتجاوز هذا الحزن؟ أول شيء أعطي وقت للحزن. كل شيء يبغى له وقت، العافية تحتاج وقت. الإنسان لما يمرض دائما ما يستعجل العافية، لأنه يبدأ يأخذ أدويته ويتبع إرشادات الطبيب ويمشي مع نفسه بسهولة وهداوة وبلطف إلين يتعافى وترجع له عافيته. كذلك الحزن يحتاج وقت، إنسان ما يستعجل ويخرج منه. النساء بالذات في حالات الحزن يستعجلوا في الخروج منه حتى يعودوا إلى الحياة وحتى يعودوا إلى ما كانوا عليه. طبعا في فرق إني أنا اليوم أستعجل وإني أنا أعود للحياة. أني أنا أمارس أموري في الحياة بسبب بالرغم وجود الحزن هذا طبيعي جدا، لأنه تكاليف الحياة ما تتوقف. اليوم أنا لازم أقوم وأشتغل وأسوي وأفعل وأدير بيتي، لكن ما خلي حزني هذا يأثر على قوتي البدنية فيصيبني بالعجز، إنما أنا أقاتل هذا الشيء. لكن الشعور كشعور لازم يبقى زي ما هو حتى يرحل بنفسه، لأنه أي شيء سبحان الله لما نستعجل نحن عليه يبدأ يتمسك فينا ونمسك فيه بقوة. وكذلك الحزن يحتاج وقت وحتى الإنسان يتعافى منه. يعني اليوم الإنسان لما يبكي على شخص عزيز عليه لا نقول له لا تبكي، بالعكس خلوه يبكي، وبالعكس إنه إحنا نقول له ابكي وخلص، لأنه اليوم يبكي، بكرة يبكي، بعد بكرة يبكي، أسبوع خلاص يتوقف البكاء والإنسان يستوعب. ليش؟ لأنه ترك الحزن والدموع والبكاء والألم هذا يأخذ وقته ويخرج منه ويغادره تماما. فإذا أول مراحل أتجاوز فيها الحزن أني أنا أعطي نفسي وقت للشعور بالحزن وأنه أخليه يمر مرور الكرام. ثاني شيء أني أنا لازم أحترم هذه المشاعر، ما أستخف بها ولا أستقلها ولا أنظر لنفسي أن أنا أقل، ولا أني أنا أشوف أن الحزن تبعي هذا في سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. بالعكس الحزن ما في سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. لو كان فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم ما حزن على ولده لما مات إبراهيم عليه السلام. قال إيش؟
إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الله. وهذا هو شرط الحزن، حزن المؤمن، إنه الإنسان لا يقول ولا يفعل إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أما القلب يحزن والعين تدمع، لكن العقل والسلوك يجب أن يكون منضبط بما يحبه الله ويرضاه. كذلك يوسف عليه السلام لما خسر ولده يوسف عليه السلام بكي وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يعني خلاص صار لونها أبيض من كثر، يعني أصبح أعمى من شدة البكاء والحزن على يوسف عليه السلام. لكنه دائما كان يقول أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. طيب، فهنا المؤمن حتى لمن يحزن أهم شيء سلوكه وليست المشاعر. مشاعر هذه ما يملك فيها الإنسان شيء، إنما يعطيها وقتها حتى تغادره وتتركه، لكن سلوكه يجب أن يكون منضبط بأمر الله سبحانه وتعالى. فهنا لازم نحترم هذا الحزن وهذا الشعور اللي قاعد يحدث. ثالث شيء في مرحلة تجاوز الحزن يجب أن الإنسان يكون دائما يحاول يتكلم عن حزنه. الكلام مفيد وليس التشكي، لأنه الكلام ما في سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لما يحزن يتكلم عادي، يعني إنه أنا كيف أشعر وكيف أنظر للحياة وكيف وكيف وكيف. الكلام هذا كله هو شكل من أشكال خروج الحزن. لكن نحن لما نبقي الحزن دائما في الداخل وما نتكلم وما نبكي وما نحترم هذا الشعور ونحاول نضغط على أنفسنا، كل اللي يصير بعد كده هو حالة اللي هو سوء الأدب مع الله وسوء الكلام وإساءة الظن بالله سبحانه وتعالى، ونخلي الشيطان هو اللي يتحكم فينا. كل ما تعاملنا مع الحزن تبعنا بعقل وبالكيفية التي أمر الله سبحانه وتعالى، وتأسينا بالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والصالحين في تعاملهم مع الحزن، لأنهم كانوا بشر ومروا بهذه المراحل كلها، لكنهم لم يسيئوا الأدب مع الله ولم يسيئوا الأدب في التعامل مع هذا الابتلاء، إنما احترموا هذا الشعور وأبقوا عليه زي ما هو وتجاوزوه وعاشوا حياتهم. كل ما فهمنا هذه الفكرة من خلال ديننا العظيم رح نلاقي إنه كل شعور في الدنيا هو رسول من الله سبحانه وتعالى لنا نحن حتى يعلمنا شيء، أو معلم لنا نحن حتى نحن نستفيد ونعرف نقاط ضعفنا ونعرف نقاط قوتنا ونعرف كيف نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. اليوم حتى بالحزن نحن نقدر نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان الحزين يبحث عن الدواء، يبحث عن الراحة، فيلتصق بالله سبحانه وتعالى ويكثر الدعاء ويكثر المناجاة لله وكثرة الشكوى لله سبحانه وتعالى، فتجعله من الملحين القريبين من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل ألا يصيب قلوبنا ولا أنفسنا شيئا من الحزن، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. كنت أنا معك خديجة برهان في حلقتك الجديدة والمتجددة من برنامج أنا وأنت، حتى موعد لقائنا الحلقة القادمة أتركك في حفظ الله ورعايته، في أمان الله.